ازيكم؟ النهارده بقى معانا مين؟ معانا اخونا كريم. مساء الخير، انا كريم غالب. كريم طبعا اللي ما يعرفوش هو كان خد الفيزا اللي اسمها ديجيتال نوماد فيزا، اللي هي للناس اللي شغاله ريموتلي عن بعد. واللي عارفه ومتابعنا اكيد هو كان عارف ان هو لسه ما وصلش البرتغال. النهارده هو معانا في البرتغال وربنا كرمه وخد الاقامه، يعني بصم وفي انتظار الكارت في خلال ايام. انا بقول لك الف مبروك يا جماعه بجد. ابو مهند شلني من على الارض شيل. يعني انا اللي حصل في البرتغال في الثلاث اسابيع اللي فاتوا دول، يعني اللي حصل بمصر كلها. فبجد والله كان معايا خطوه بخطوه. في حاجات لا بس والله عشان ده يعني حقك عليا ان انا اقول شهاده حق للناس. الله يخليك. انا جاي على دي 8 برضو، ديجيتال نوماد اللي هو الشغل عن بعد والاجراءات مشيت يعني فيري سموث وبشكل يعني سهوله ومرونه. وابو مهند يعني كان معايا في كل خطوه. والصراحه انا حتى لما كلمته قلت له انا عندي شغل كتير، انا دلوقتي شغال وعندي ضغط في الشغل وكده. قلت له انا عايز يعني نفسي اشيل الاسترس اللي في دماغي ده وتساعدني في خطوه. هو كان معايا خطوه بخطوه، وبالعكس يعني هو اللي كان بيزن عليه لما بتاخر في الرد او في ورقه او في اي حاجه. فالصراحه الراجل قام بدور بطولي وريح لي بالي ويعني والله العظيم ربنا يكرمك. والله العظيم انا عارف اتكلم. والله ربنا يكرمك. ويا جماعه بجد شهاده حق. انا ماليش في السوشيال ميديا والحاجات دي خالص، بس شهاده حق لاي حد بيفكر في اي نوع فيزا ليه علاقه بالبرتغال، لونج تيرم او شورت تيرم. يا جماعه ابو مهند از يور مان، هو اللي هيقدر يخلص لك كل حاجه. ربنا يخليك يا كريم. والله والله عارف اتكلم. الناس دي ولا حاجه بالنسبه للي بيعملوا على ارض الواقع. ربنا يخليك يا شهاده حق. طب انا كده هتكلم اقول ايه؟ يا باشا يعني والله دي حاجه بسيطه. والله دي حاجه بصوا بسيطه. انا اولا عايز اقول لكم على حاجه بس والله بجد بخصوص كريم. اولا كل الناس خير وبركه، بس كريم فعلا من ساعه ما اتعامل معانا هو على المستوى الشخصي قبل العملي هو انسان متربي جدا قوي، انسان ابن ناس قوي، انسان بجد يعني كان فاهم كمان هو بيعمل ايه، كان صبور معانا، ما خدش الفيزا بسرعه يعني برضه عشان خاطر يكون في مصداقيه. انت من 2024 شهر 6 بدأ معانا المعامله، وبعد كده خدت الفيزا شهر كام؟ 9 شهر 9. والنهارده احنا دلوقتي في 2025. ربنا كرمه. اللي انا برضو عايز اقوله ان الموضوع ما بيجيش في يوم وليله وبتاع، هي اوراق بتتجهز وملف بيتجهز، حاجات من العميل بتتجهز وحاجات مننا بتتجهز وبنفضل ماشيين مع العميل لحد بس ده بياناتك. يعني حط التاريخ بس، زر للتاريخ عشان برضو يكون في مصداقيه، عشان في ناس منع ده دي ميعاد البصمه. تمام. التاريخ بقى ممكن تقول الديت عشان النهارده 12 2 2025 بالظبط اللي هو النهارده. اهي برضو يعني باينه. مش عارف بقى واضحه ولا لا. هو عشان بس الورق، الراجل على فكره هو قاعد في بورتو جاي لشبونه عشان يعمل البصمه. تمام. خلصنا له الورق طبعا، جهزنا معاه بقيه الورق بعد ما خد الفيزا وجه. في اوراق تانية بتطلعها وفي حاجات تانية بتطلعها. برضو بنكون معاه وبنكون مع اي حد. انا طبعا الكلام اللي هو قاله اقسم بالله العظيم انا ما عارف ارد عليه. انا بشكرك قوي. يعني الراجل رايح بورتو، بص الشنطه اهي. تمام. يعني احنا هنا على فكره فاست فليكس. هو اصلا يعني جه وناوي يستقر في بورتو. ربنا يوفقك على حياتك. ربنا يخليك. وبجد حتى اليومين اللي انا جيتهم هنا هو شالني من على الارض شيل، واهل كرم، وراجل ساب شغله وجه معايا ودخل معايا. مش اي حد يقدر يخش جوه على فكره في ايمن. دخل معايا ربنا والله انت سيد ربنا. يعني والله ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك. انا بس عايز اقول للناس ان كل حاجه حد عنده صبر وعنده طموح في اي حاجه انت بتعملها، اشتغل على نفسك. لو عندك حاجتين او عندك 3 حاول تشتغل على الرابعه والخامسه هتوصل. ما تيأس، يعني ما تخليش حد يحبطك، ما تخلي يعني كريم فيه الميزه دي على فكره. انسان بجد عنده طموح وعنده اراده وعنده عزيمه وصبور. واهم حاجه الصبر. لو انت حطيت هدف قدامك والله هتوصل، والله هتوصل. طبعا كل حاجه باذن ربنا، ولكن اشتغل على نفسك، ما تيأس، ما تخليش حد يحبطك. سيبك من الناس اللي بتديك حاجات يعني سلبيه. لا، خليك شخص ايجابي، خليك حد عندك ايمان بربنا اول حاجه، وشوف ايه اللي ناقصك وابدا اشتغل عليه. في كشف حساب بنكي، في ان انت تتنقل من شركه لشركه اكبر، في ان انت عندك البيزنس الخاص بتاعك وبتكبره، في اي حتى في السفر، حتى ان انت عايز تاخد فيزا سياحه. يعني انا دي حاجه بقولها لاي حد. الحاجه الثانيه اعرف ان الاجراءات لاي تاشيره من اي نوع، ان كان فيزا دي 2 او فيزا دي 7 او فيزا دي 8 او فيزا اللي هي الدي اف اللي هو التجمع العائلي، كل حاجه محتاجه صبر.
وكل حاجه بتحتاج مواعيد من السفاره، وكل لما بتمشي خطوه بخطوه وبتاخد وقتك كل لما ورقك بيكون يعني ايه بيتظبط بشكل افضل وبشكل احسن، وده لمصلحتك قبل لمصلحتنا. ادي تملي لنفسك وقت عشان خاطر تظبط ملفك وتظبط ورقك، لان زي ما قلت لك زي ما احنا مطلوب مننا كشركه ماشي، شركه لينس ماجيك بتساعدك في حاجات مطلوبه منك في البرتغال، انت كمان مطلوب منك اوراق ان انت لازم تجهزها، فلازم برضو ان انت تكون يعني الحاله الجنائيه بتاعتك كويسه، كشف الحساب البنكي بتاعك كويس، حاجات كتير قوي. انت برضو في حاجه عاوز تنصحها يا كريم برضو، بحكم ان انت حد جدع وحد كويس، وانا يعني على الكام يوم دول بجد سعيد بمعرفتك والله العظيم، وشكرا على الكلام اللي انت قلته، والله العظيم انا ما اعرف انه هيقول كده، عشان اي حد هيطلع يتكلم يقول انا مش عارف ايه، انا ما بقولش، انا بقول له قول اللي يرضي ربنا بس. فانا يعني بشكرك مره ثانيه. عايزين برضو نقول للناس لو في اي حاجه بقى دي بينك وبين ربنا لاي حد، انت حاجه عاوز تقولها بالنسبه لنوع الفيزا اللي انت خدته اللي هو البي 8، ايه اللي ممكن تنصح بيه؟ ايه الحاجات اللي طلبت منك في السفاره برضو في عقد العمل، ان انت ما زلت على راس عملك، الحاجات ديت يعني ايه اللي ممكن نقوله لاي حد ممكن بيشوفنا دلوقتي يكون مثلا بيفكر في نوع الفيزا ديت، وربنا يكرمه ياخدها من مصر ويجي لنا برضه البرتغال، وبعد كده يعمل البصمه، وربنا يكرمه ياخد اقامه، وبعد 5 سنين ربنا بيكرمك وبتاخد جنسيه. وده الهدف من الناس اللي هي بدل ما تروح تشتري بقى باسبور كاريبي ودوله كاريبي وتدفع، كان زمان من 5 سنين 100,000، النهارده وصل ل 200,000 وحاجات مبالغ، انا ودوله مش اوروبيه. تمام؟ يعني ايه اللي ممكن تقوله لحد عايز يشتغل على نفسه في نوع الفيزا بتاعتك دي؟ اول حاجه الصبر، تاني حاجه ثقه في ربنا، ثالث حاجه ثقه في ابو مهند، رابع حاجه كل الاوراق اللي مطلوبه اللي هتلاقيها على VFS على الويب سايت، اللي هتلاقيها على الفورمز بتاعه الديجيتال نوماد اللي هي نوع الفيزا اللي هي الشغل عن بعد، كملها. وكمان حط سبورتيف دوكيومنتس، يعني حط اوراق ثانيه تثبت البوزيشن بتاعك، تثبت دخلك المالي، تثبت يعني تقوي الملف بتاعك. اي ورق تقدر تترجمها تحطها، اوراق دعم يعني اوراق دعم سبورتيف دوكيومنتس حطها، علشان دي هتسهل لك الدنيا وهتقوي الستيتس بتاعتك مع يعني في السفاره مع القنصل وحاجات زي كده. وحتى لو في اوراق ناقصه هم بيدوك وقت ان انت تجهزها، ويعني اتعب شويه يعني انفست شويه في البروسيس، يعني استثمر في البروسيس اللي انت هتعدي عليها دي، ما تيأس. حتى لو في اوراق ناقصه اعملها خلصها، عشان ده هدف، ده يعني ده هدف حياه. انت عايز تغير، انت عايز تنقل لبلد انت حابب تعيش فيها، 2 سنين اقامه، في 3 سنين اقامه، في اقامه دايمه، في جنسيه. فهي حاجه محتاجه شويه انت تستثمر شويه من فلوسك، تستثمر شويه من وقتك، تستثمر شويه في مجهودك، وتصبر. وان شاء الله يعني لكل مجتهد نصيب، وربنا يوفق الجميع يا رب يعني. شكرا يا كريم على النصيحه، وبشكر مره ثانيه يا كريم، وبقول لاي حد حابب ان هو برضو يتعامل مع نوع الفيزا ديت او فيزا دي 2 او في فيزا دي 8 او اي نوع من انواع الخدمات او التكوين المهني مع فيزا سياحه، يقدر يتواصل مع شركه لينس ماجيك مع خدمه العملاء، وان شاء الله هنفيدك بكل المعلومات. وبقول لكريم ألف مبروك مرة تانية، وعقبال ما تستلم كارت الإقامة، وشكرا مرة تانية على كلامك الطيب. تمام؟ ونشوفكم في حاجة جديدة، وما تحرمناش من دعائكم كالعادة، والسلام عليكم. عليكم السلام.